إطار الاحتفال بالذكرى 60 لذكرى مركز 17 أكتوبر 1961، وفي لمسة تضامنية مع إخواننا في غزة. دار الثقافة اليوم تشهد عرس ثقافي مميز متمثل في الصالون الوطني السادس للصورة الفوتوغرافية بحضور 25 فنان ممثلين ل 18 ولاية. هذا الصالون سيدوم إلى غاية 19 من هذا الشهر، يتخلله العديد من النشاطات من بينها ورشة حية للفنان المصور الفوتوغرافي الأطرش عبد الغني، بالإضافة إلى رحلة إلى قلعة ملك حماد ليختتم إن شاء الله في جو بعيد عن الاحتفالية يوم 19 في هذا الشهر. مشاركتنا في هذا الصالون الصورة الفوتوغرافية المرة الرابعة على التوالي. الصالون الهدف تاعو انه دائما يجمع شمل المصورين، وين انا فرصه لالتقاء جميع المصورين من مختلف ولايات الوطن لكي يتبادلوا الافكار، وانها طرح بعض الاقتراحات فيما بيناتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر دار الثقافه على الاستضافه تاع الصالون هذا، ونشكر فيهم مرحبا. والصوره هي عباره عن موضوع حر، يعني اي انسان يشارك اي صوره تكون مصوره ملتقطها هو وتكون عجباته. الشغل كي راح يمد الصوره هذيك يكون كيشوفها اي شخص، راح تكون هذيك الصوره عباره عن توصل رساله. شاركت، هذا أول حضور لي، أول صالون، أول مشاركة لي. شاركت 4 صور تشمل مناطق سياحية في البداية، تشمل اللباس التقليدي القبائلي،